بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب تالتة إعدادي، Welcome to the full marks in English with Mr. محمد كامل. الناس اللي متابعين معانا طبعا شرحنا قبل كده الجرامر الترم الأول، وشرحنا كلمات الترم الأول، وحلينا نموذج الوزارة، وحلينا بعض الامتحانات، وحلينا مذاكرة التوجيه. دلوقتي هنراجع مع بعض بقى أهم النقاط اللي المفروض نراجعها قبل ما ندخل الامتحان. نبدأ بنمبر 1. هنا عاوزين نفهم الجملة دوت إن قبل الساعات بنحط حرف الجر at 9 AM. قبل أيام الأسبوع بنحط on Saturday حتى لو اليوم بعد فترة من فترات اليوم. قبل كلمة weekend بنقول at the weekend. قبل فترات اليوم in the afternoon. ولو عندنا في تاريخ شهر ويوم وسنة مع بعض كده بنشوف الإجمالي بتاع التاريخ اللي هو مثلا اليوم، بعدين نحط قبله on. في sentence number 2 the first train مواعيد القطارات والمواعيد الثابتة بنستخدم زمن ال present simple، ولما يكون الفاعل مفرد غائب بنحط في الفيرب is. number 3 لما تكون صفة طويلة زي expensive وعندنا كلمة than فبنحط قبل الصفة more أو less. number 4 لما يكون مقارنة بين طرف زي مثلا هنا فريدج وأكثر من طرف، يعني باقي الأشياء اللي في المطبخ، الصفة هنا طويلة اللي هي useful أحط قبلها the most أو the least. number 5 لما يكون عندنا than نعرف إن دي مقارنة بين طرف وطرف، ففي صفات شاذة زي good يعني جيد تبقى المقارنة منها better يعني أفضل، وفي مثلا bad المقارنة منها worse. number 6 I want to buy علشان في and فنقول both a drink and a snack. number 7 we can get either or إما أو either or إما أو. number 8 neither of بيجي الفعل في صيغة المفرد فبنحط في اس إذا كان في المضارع. neither of my friends لا أحد من أصدقائي. إنما لو قلت neither وبعدين فاعل وبعدين نور وفاعل تاني يبقى الفعل بيتبع الفاعل التاني. number 9 بيقول هنا are starting ده present continuous زمن مضارع مستمر اللي هو am أو is أو are والفيرب في ing دوت ممكن استخدمه للتعبير عن المستقبل next month الشهر القادم مثلا، بس لما يكون الشيء دوت يعني تمت له الاستعدادات أو جايب لي في الامتحان كلمة prepare يجهز أو arrange، يعني نقول we have arranged everything احنا جهزنا كل شيء، يبقى بعدها أقول بقى we are starting the project next month احنا خلاص بنبدأ المشروع إن شاء الله الشهر القادم. فزمن المضارع المستمر present continuous بيعبر عن المستقبل إذا الشيء دوت تمت له الترتيبات. number 10 امتى بستخدم am أو is أو are going to plus infinitive للتعبير عن المستقبل؟ ما يكون في plan خطة أو واحد decide يقرر أو decision قرار أو intend ينوي أو تنبؤ بناء على دليل، زي ما أقول مثلا there are a lot of clouds في سحب كتير it's going to rain. طب number 11 the handball match was exciting الصفات اللي فيها ing ديت اسم فاعل يعني مثير المباراة كانت مثيرة. number 12 I am excited أنا منفعل أنا مثار، فالصفة اللي فيها ed بتدل على اسم المفعول. number 13 we moved ليه استخدمناها في التصريف الثاني؟ علشان كلمة ago بتدل على الماضي البسيط. number 14 أحمد isn't here مش هنا، يبقى he has gone ذهب اللي هي ذهب ولسه ما جاش. إنما number 15 أحمد يعني يا أحمد where have you been أين كنت يعني أنت رحت فين ورجعت. number 16 كلمة ever بتيجي في السؤال في المضارع التام هو present perfect have أو has والpast participle. ever بتيجي في السؤال برضو بتيجي في الإجابة بس في الصيغة ديت this is the most interesting book ده أفضل كتاب أو أحسن يعني أو أكثر كتاب تشويقا أو إثارة I have ever read سبق لي أن قرأته.
دي مقارنة من اللي هي الصفة اللي هي طرف وأكثر من طرف، يعني طرف بقارنه في مجموعة، اللي هي السوبرلاتيف، اللي هي لو الصفة قصيرة بحط قبلها ذا وبعدها اي اس تي، لو صفة طويلة بحط قبلها the most أو the least. number 18 she has never. كلمة never ديت اللي هي أبدا، طبعا بتنفي الجملة المثبتة، هي بتيجي قبل التصريف الثالث. أو she has never traveled by plane. number 19 for a long time. عاوزين نشرح هنا إن for بتيجي بعدها الفترة الزمنية، أما since بيجي بعدها بداية المدة أو جملة يعني فاعل، وفعل في التصريف الثاني زي السنتنس نمبر 20 I haven't heard from him. ما تلقيتش أخبار منه since he traveled abroad. 21 since traffic is slow. هنا بقى since معناها لأن، مش مرتبطة بزمن حسب المعنى. لأن حركة المرور بطيئة there isn't much pollution. مفيش تلوث كثير. 22 she hasn't been to another country yet. yet يعني بعد، لسه، تيجي في آخر المضارع التام في النفي أو الاستفهام، هي هنا في النفي. number 23 ده في الاستفهام، يبقى كلمة yet يعني بعد أو لسه تيجي في آخر السؤال أو في الجملة المنفية في زمن present perfect has أو have والpast participle. كلمة already ممكن تيجي في آخر الجملة وممكن تيجي قبل التصريف الثالث، يعني ممكن أقول she has already played، ممكن أقول she has played in 2 concerts already. طب هل already ممكن تيجي في السؤال؟ أيوة بتيجي، بس بشرط يكون السؤال دوت الغرض منه الاستغراب والدهشة، يعني نقول واو أو interesting أو amazing مذهل. have you already أو have you finished already، أنت فعلا خلصت. طيب إنما لو السؤال غرضه الاستفهام بس، عاوز أعرف خلص ولا لسه، بسأل بكلمة yet. طيب number 25 we don't have to take the bus. احنا مش مضطرين ناخد الأتوبيس. we could، هنا could مش معناها استطاعة، هنا could معناها من الممكن أو من المحتمل. احنا ممكن ناخد a tram or a train too. أيضا I got up late. أنا صحيت متأخر so I couldn't أو wasn't able to. طبعا was عشان الفعل I، لو الفعل جمع كنا قلنا weren't able to. عاوزين بس نقول إن couldn't بيجي بعدها الانفينيتيف، إنما was أو were able to يعني عاوزة to بعد able. طب وفي الحالتين طبعا بعدهم الانفينيتيف catch بعد to أو بعد could أو couldn't. You might دي معناها not sure غير متأكد. 28 بيقول botanical gardens، دي جملة عشان الكلمات، يعني botanical gardens شفنا beautiful trees in the botanical gardens. يعني ايه botanical gardens؟ برافو عليكم، الحدائق النباتية. number 29 فاطمة worked hard and the results were amazing. the results النتائج results. the parents knew the children were awake يعني مستيقظ، مش wake يعني يستيقظ، awake مستيقظ صفة adjective. number 31 my grandmother is very understanding متفاهمة أو متفاهمة، دي هنا adjective، هنا understanding ديت adjective. she always knows how I feel. only Ali's cousin knew the way to the park so we followed him. اتبعناه لأن هو الوحيد اللي عارف الطريق. I like both and كلا من. number 34 I was very surprised. كنت مندهش، مش كنت مدهش. لو مدهش تبقى surprising، مندهش تبقى surprised. 35 the work that، المهم عندنا كلمة make a difference يعني يصنع الفارق. هو هنا بقول the work that the volunteers do العمل المتطوعين بيعملوه can make a difference to our community. people were surprised by the kindness اللي هي الطيبة أو العطف. طبعا الادجكتيف kind الصفة kind، النون kindness، فهم كانوا مندهشين بواسطة طيبة أو عطف مثلا مستر نادر. لأن طبعا عارفين إن some adjectives بعض الصفات علشان نحولها into nouns لأسماء بنضيف NESS. 37 my parents have lived in the same house. بقول لي when
2012 2012 طبعا نقول هنا خطأ عاوزين نصححها فتبقى برافو عليكم هتبقى since لأن هنا present perfect اللي هو المضارع التام وطبعا هنا بداية المدة الزمنية فتبقى since نفرق بين since مثلا 2012 وبين لما أقول in 2012 يعني في 2012 لو في 2012 in يبقى ده past simple ماضي بسيط التصريف التاني لو since يبقى الزمن ده مضارع تام present perfect has أو have plus past participle. Number 38 you don't have to buy any bread today انت مش مضطر تشتري خبز because I have already bought some لأن أنا بالفعل اشتريت بعض الخبز. طب نكمل مع بعض بقى في الفوكابولاري الكلمات vocabulary المفردات الجمل اللي فاتت دي كان طبعا معظمها كلها جرامر يعني نيجي بقى في الفوكابولاري عندنا بيقول you can borrow ممكن تستلف and save money طبعا دي فين bank you can borrow and read books library you can play volleyball tennis and other sports تلعب فولي والحاجات دي فين sports center نقرا مع بعض you can see beautiful fish aquarium you can see trees and other interesting plants botanical gardens حدائق نباتية طيب the sports center is between the aquarium and the hospital between يعني بين كذا and كذا number 7 لما تكون حاجة more than usual أكثر من المعتاد بنقول especially خصوصا number 8 a large area of water مساحة أو منطقة من الماء with land around it وأرض حواليها يبقى طبعا lake بحيرة a monument اللي هو الأثر is something people build ناس بتبنيه to remember an important person or event عشان يتذكروا شخص مهم أو حدث number 10 the Sphinx at Giza أبو الهول the Sphinx يعني أبو الهول at Giza is perhaps Egypt's most famous monument اللي هو الأثر 11 you can't hear any traffic here it's very peaceful هادئ مفيش حركة ترافيك أو حركة مرور كتيرة يعني number 12 Amal's daughter does many jobs around the house اللي بتعمل وظائف كتير she is very helpful متعاونة number 13 this machine does many things الآلة دي بتعمل أشياء كتير يبقى it is very إيه الآلة تكون إيه useful مفيدة فناخد بالنا برضو إن بعض الأفعال زي help زي use عشان أخليها adjective بحط لها ful يبقى helpful useful حتى بعدها number 14 careful يعني حريص please be careful كن حريصا when you carry those eggs a valley اللي هو الوادي a valley is a place between two mountains ده اللي هو الوادي a valley a ferry يعني ايه المعدية اللي بتعدي الناس بيعدوا فيها takes people across water a passenger travels in a car بيسافر في سيارة مش بيسوق سيارة number 17 a tram uses rails بيستخدم القضبان like a railway زي السكة الحديد number 18 if a chair is nice to sit on لو في كرسي يعني الكرسي لما يكون كويس ومريح كده في القعدة it is comfortable مريح comfortable يعني مريح أو مرتاح the children played indoors today indoors ديت adverb ظرف ما بيجيش بعدها موصوف أما كلمة indoor بس بيجي بعدها الموصوف يعني أقول indoor games ألعاب داخل المبنى مثلا إنما indoors ديت adverb because it was very hot outside هشام was born in 1981 which was in the last اللي اتولد في 1981 وده كان في القرن العشرين احنا دلوقتي في القرن او يعني في 21st اللي هو الواحد والعشرين فالمهم ده كان في اللاست century قرن century be careful in that shop it sells pottery الأواني الفخارية فخلي بالك يعني ايه في المحل عشان مش تكسر حاجة my mother has some beautiful jewelry مجوهرات number 23 you can boil water with this ممكن تغلي
الماء بدوت، يبقى ده ايه؟ kettle. You can cook things quickly with this. ممكن تطبخ بسرعة، يبقى ده microwave. You can make a hot drink with this. ممكن تعمل مشروب ساخن. coffee machine. coffee machine. Number 26. The clothes shop has a sale. a sale اللي هو فترة التخفيضات أو الأوكازيون. ف all the clothes are cheaper than usual this week. أرخص من المعتاد هذا الأسبوع. يبقى a sale يعني أوكازيون، فترة تخفيضات. أوكازيون. a sale. Number 27. This microwave has a 25% discount تخفيض. Number 28. Osama's family have a smart TV. smart TV تلفزيون ذكي علشان بيشغل الإنترنت. Number 29. There is a good deal. deal اللي هي الصفقة، لما بتشتري حاجة you get a free drink، تاخد مشروب مجاني when you buy a sandwich، لما تشتري ساندوتش. فلما تشتري حاجة وتاخد حاجة بقى هدية عليها يبقى ده اسمه deal. a good deal. there is a good deal. I have bought some speakers. مكبر الصوت علشان شغل الموسيقى loudly بصوت عالي. loudly. Number 31. كلمة neighborhood المجاورة أو الحي. Well, there are many young people in our neighborhood. 32. What time are they going to deliver? deliver يعني يوصل. بيسأل عن الوقت اللي هما يوصلوا الواشنج ماشين، غسالة الملابس. Number 32. 33. If you run every week it will make a difference. هتصنع الفارق، هتعمل اختلاف، فرق. To how healthy you feel. لقد ايه انت يعني شعورك بالصحة وانت بتشعر بالصحة. Number 34. I always encourage. encourage يشجع، عكسها discourage. encourage بتساوي support، بتساوي help، لأنه في الآخر بقول it's a great game، لعبة رائعة عظيمة، فعشان كده هو encourage بيشجع. 35. We found out about اكتشفنا بخصوص the community project المشروع المجتمعي on the social network service على خدمة شبكة التواصل الاجتماعي. social network service. on the social network service. 36. The teacher will put a message. المدرس هيضع رسالة about the new art class حصة الرسم الجاية on the notice board. notice board لوحة الإعلانات notice board. 37. My grandmother likes to sit on a bench in the park. a bench مقعد في الحديقة. a bench. 38. I volunteered تطوعت to help clean the graffiti اللي هو الرسومات اللي على الحائط أو الكتابة اللي على الحائط of the walls of the museum على حوائط المتحف. 39. I read an interesting leaflet. نفرق بين leaflet وكلمة leaf. leaf اللي هي ورقة نبات، إنما leaflet كتيب أو منشور، فبدل منها وقرأت I read يبقى leaflet. Number 40. He doesn't have any money with him. مش معاه أي فلوس. So I will pay for. هدفع ثمن his metro ticket. تذكرة المترو بتاعته. Pay for. 41. We have a new lodger. lodger ساكن بيسكن في غرفة. room. lodger. lodger في غرفة. room. lodger room افتكرها بالآر. lodger room. طيب بعدها بقول when we arrived. طبعا انما tenant لو بيسكن في house منزل. هنا بقول when we arrived at my grandparents house they came outside to greet us. greet يحيي. greet ناخد بالنا من السبيلنج بتاعها double E. we usually use informal language. informal لغة غير رسمية. الغير رسمية بنستخدمها مع الأقارب والأصدقاء friends and family. أما اللغة اللي هي formal الصيغة الرسمية، اللغة الرسمية بنستخدمها مع people we don't know very well، الناس اللي مش عارفينهم كويس.
أو with strangers مع الغرباء. 44. Good morning everyone. I'd like to introduce myself. Introduce يقدم. بقول لهم أنا عاوز يعني أحب أن أقدم نفسي. Introduce. Interested يعني مهتم. احنا حافظين ان interested in مهتم بيه. إنما interested to مهتم أن. أن دي بيجي بعدها بقى الانفينيتيف to learn. إنما أقول interested in learning. Interested to learn. Interested in learning. 46. The museum has lots to see. يعني أشياء كثيرة لكي نراها. So you will never feel bored. شاعر بالملل. مش هتشعر بالملل. feel بيجي بعدها الادجective الصفة. I was surprised. كنت مندهش by the birthday party بالحفلة. 48. The tourists were very disappointed. يعني disappointed برافو محبط. إنما النتيجة the result was disappointing. كانت محبطة. نفرق بين محبط بالإي دي ومحبط بالآي إن جي. فالسياح هنا كانوا محبطين disappointed because they couldn't go to the island. 49. She was very excited. كانت منفعلة. When she got on the plane she couldn't wait. كانتش قادرة تصبر. Number 50. You can buy neither the speakers. تقدر تشتري لا المكبر الصوت nor ولا the kettle online. يعني تقدر تشتري ده ولا ده. ناخد بالنا ان neither nor بتنفي الجملة المثبتة. Delivery for both and إنما neither nor. هنا neither the speakers nor the microwave. هنا neither nor يبقى الفعل هيجي حسب الفعل التاني اللي هو هنا microwave مفرد has a special offer. My grandfather has achieved many things. أنجز أو حقق أشياء كثيرة in his life. I am proud of him. proud of فخور بي. proud to فخور أن. proud of فخور بي. proud to فخور أن. يعني proud to بيجي بعدها الانفينيتيف. discover يكتشف. بقول العلماء بيكتشفوا أشياء new and exciting things about space عن الفضاء. هم طبعا space scientists علماء الفضاء. We have the results نتائج of our tests and we all did well. أدينا أداء حسنا. My brother volunteered to تطوع لكي help the elderly يساعد كبار السن the elderly in the nearby charity home. Iman and Marwa have joined a music club. التحقوا بنادي موسيقى. The students took turns to give a speech. يلقي خطابا أو يلقي كلمة. Give a speech. The nurse won an award. فازت بجائزة an award for helping many people in the health emergency. حالة الطوارئ emergency. Schools should have equipment معدات for disabled people. It was a real challenge تحدي challenge to climb the mountain. Challenge. Ahmad loves crosswords and has decided to enter a crossword competition مسابقة. My goal is to pass all my exams with top marks. هدفي goal هدف. My aunt is a campaigner ناشط أو مناضل for disabled people. Randa's aunt has had a baby. We are really happy for her. happy for سعيد من أجل يعني احنا فرحانين علشانها. إنما في سعيد أنا مثلا مبسوط من واحد أقول happy with. طب مبسوط علشانه يبقى happy for. Number 66. I knew she would do well. She worked really hard. ده ماضي. She worked really hard. worked ماضي. يبقى أنا كنت عارف إنها كانت هتأدي أداء كويس would. ماضي will اللي هي سوف. ماضي will تبقى would. The handball team won the championship. البطولة championship. What an amazing achievement. يا له من إنجاز مذهل amazing
مش amazed يعني مذهول. amazing مذهل. amazing achievement. look I have finished my painting. ناخد بالنا برضو ان اوقات كتير look ديت بتيجي بعدها present continuous. look انظر. the boy is مثلا drawing بيرسم on the wall على الحائط مثلا. طيب هنا look I have finished my painting. انظر انا انهيت الرسم. فاحنا نقول له بقى ونرد عليه great job well done كده. social life الحياة الاجتماعية means the time you spend enjoying yourself with other people مع الناس الآخرين. دي اسمها social life. social life. The computer isn't working. الكمبيوتر مش بيشتغل because it isn't plugged in. plugged in. فرق بين plug in ان انت تحط الفيشة في الحيطة وبين log in يعني يسجل الدخول. The way that someone or something looks الطريقة اللي الشخص بيبدو بيها اسمها المظهر appearance. appearance. A billion is 1,000,000,000. Although her brother is only 5 she always includes him in her games. يعني بتشمله في الألعاب بتاعتها مع إن أخوها عنده 5 سنين فقط بس هي بتدخله في الألعاب معاها includes him in her games. The review of the book مراجعة الكتاب has nothing negative ما فيهاش حاجة سلبية to say about it. It sounds great تبدو أو يبدو عظيمة. You must tell your parents if someone tries to cyberbully لو حد بيحاول يتنمر عليك online فأنت مفروض you must tell your parents. My grandmother always jokes تمزح and makes us laugh when we visit here. Young children are not good listeners because they often interrupt. الأطفال مش مستمعين جيدين لأنهم غالبا بيقاطعوا. سايبر بولينج اللي هو التنمر الإلكتروني is not something ليس شيئا we want to see نريد أن نراه or hear أو نسمع about عنه at our school. هو شيء مش كويس يعني. Number 79 he feels anxious. anxious يعني قلق because he has an exam tomorrow لأنه عنده امتحان tomorrow. إنما مثلا لو قالنا مثلا he feels because his father is at hospital أو in the hospital لأن جده في المستشفى نقول anxious ولا upset نقول upset اللي هي فيها نوع من الزعل أو الضيق أو كده. إنما anxious اللي هو متوتر أو قلق عشان الامتحان an exam tomorrow anxious. آخر جملة عندنا to encourage or help someone. كلمة encourage قلنا إن معناها support أو help اللي هي يشجع أو يساند. وبكده أعزائي الطلاب نكون راجعنا الفوكابلري أهم الفوكابلري وأهم الجرامر. وقبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده اتكلمنا عن أجزاء الامتحان. فالناس اللي مش كانوا مشتركين معانا في القناة يا ريت لو يحاولوا يشتركوا ويشوفوا باقي الفيديوهات. وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. ويعني احنا بس محتاجين في الامتحان ان شاء الله التركيز وناخد الامور ببساطة. بنجاوب كل سؤال في صفحة ان شاء الله. مطلوب مننا فقط الاجابات فقط. يعني مثلا اول سؤال اللي هو المحادثة اكتب ال5 اجابات. السؤال الثاني برضو بكتب الاجابات فقط وهكذا. في سؤال الباراجراف يعني يستحسن نكتب مسودة الاول. مسودة نكتب فيها الافكار اللي احنا اللي هتيجي في بالنا وبعد كده نحاول نرتبها. يعني الصفحة بتاعت المسودة ديت علشان الأفكار. على سبيل المثال هنا أنا بقول بعض الموضوعات المتوقعة إن شاء الله اللي هو how to help your community أو your city. إزاي تساعد مدينتك أو إزاي تحافظ عليها نظيفة أو كده. ممكن تكتب برضو عن a role model أو مثلا a hero بطل أو قدوة أنت شايفها قدوة لك. أو a short story أو رحلة أو قصة قصيرة. أو تكتب عن موضوع shopping أونلاين أو تكتب عن الإنترنت أو تكنولوجي أو تكتب عن traditional Egyptian handicrafts الحرف اليدوية. whatever يعني أيا ما يكن الموضوع اللي نكتب عنه. فأنا بقول لكم نكتب مسودة ونرتب فيها الأفكار بعد ما أي فكرة تيجي في بالنا نكتبها. وبعد كده نرتب الأفكار ونرتب الجمل. نبدأ طبعا بجملة topic sentence. جملة هي يعني
بتبقى مقدمة للموضوع اللي هتكلم عنه، وبعد كده ببدأ أذكر بقى التفاصيل بتاعة الموضوع. وطبعا مثلا أذكر لو في آراء للناس، لو في ناس مختلفين الشيء ده كويس ولا لأ، مفيد ولا ضار، إيه الأضرار، إيه الاستفادة، لو مشكلة إيه الحلول بتاعتها، إزاي نساعد في حلها. أكتب برضو عن رأيي، وبعد كده في النهاية بكتب قول to sum up لكي نلخص، أعمل كوما واكتب برضو جملة كده تلخص الكلام اللي أنا قلته. طبعا بعد ما بنعمل مسودة بننقل بقى الباراجراف بخط كويس، وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.